السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. نتمنى تكونوا بصحة جيدة ان شاء الله. اليوم بغيت نقدم معكم حلوة رائعة جدا اقتصادية بثلاث مكونات فقط، بدون زيت، بلا بيض وبلا سكر، كتجي ولا اروع، سهلة سريعة واقتصادية وبكمية كثيرة. غادي نخليكم مع المكونات وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. في قصرية غادي نوضع 200 غرام ديال الزبدة، تكون بدرجة حرارة المطبخ. الزبده خصها تكون لينه باش كيسهل علينا الخدمه ديالها. عندي هنا 6 قطع من الجبن. بالنسبه للزبده استعملوا اي نوعيه، ومن الاحسن تكون نوعيه جيده. تقدروا تستعملوا زبده العلب. صافي غادي نخدم الزبده مزيان مع الفرماج حتى كيندمجوا مع بعضياتهم. كما شفتوا معايا انا الزبده لينه دغيا كتخدم معايا بكل سهوله. صافي غادي نخدمها مزيان مع الفرماج. هاد الحلوة سهلة وسريعة. عندي هنايا ربع ملعقة من الملح. صافي كندخل هذيك الملحة في الزبدة ومع الفرماج. هاد الملح كتعطي واحد الطعم رائع لهاد الحلوة. صافي دابا غادي نبداو نضيفو الدقيق. هادو هما المكونات اللي عندنا في هاد الحلوة. عندي هنا الكأس الاول من الدقيق، هذيك الزلافة رفدات لي كأس، وغادي نضيف الكأس الثاني بالتدريج. دائما الدقيق كنضيفوه بالتدريج، ما كنضيفوهش دفعة واحدة. صافي غادي نبدا نجمع العجين، والعجينه خصها تكون لينه ورطبه ومتماسكه في نفس الوقت. صافي دائما الدقيق من بعد ما نكونوا غربناه بطبيعه الحال. هاد الحلوه ما فيها لا خميره لا والو، وكتجي ولا اروع، صدقوني كتجي مرمله ولذيذه بزاف. صافي دابا غادي نجمع العجين. بالنسبه للكميه ديال الدقيق رفدت لي 2 كؤوس ونصف من الدقيق الابيض الخاص بالحلويات. صافي كما شفتوا معايا راني جمعتها هنايا في الاول ومازال باقيه كتلصق لي في اليدين. دابا غادي نضيف نصف كاس وغادي نبدا نضيفه بالتدريج حتى كتجمع معايا العجين. هاد الحلوه دغيا توجدوها سهله بسيطه وسريعه. كما شفتوا معايا هذا هو النصف كاس ما تبقى منه، ضفتو بالتدريج باش كنتحكم في القوام ديال العجين. تقدروا نتوما تضيفوا اكثر او اقل على حسب نوعيه الدقيق اللي عندكم. صافي كنجمعو بكل سهوله، والعجين ديالنا ها هو واجد. كما شفتوا معايا العجينه لينه ورطبه. صافي دابا غادي نقسمها النصفين باش ندوزو نشكلوا الحلوه ديالنا. صافي النصف الاول غادي نخليه في بلاستيك، ضروري ما تغطيوها باش ما تنشفش معكم العجينه. نخليها على جنب وندوز نشكل الحلوه. صافي غادي نقطعوا نصف من العجين، القليل من العجين، وغادي نبدا نحربلها. كما شفتوا معايا خاصو يكون شي شويه رقيق ماشي غليظ بزاف. الحلوه مازال كتطلع في الفران، ملي كتدخلوها الفران مازال كتنتفخ شي شويه واخا ما فيهاش الخميره. صافي دابا غادي نبدا نشكلها الاصابع كما كتشوفوا معايا. بالنسبه للقياس على حسب القياس اللي بغيتوهم طوال ولا قصار. انا درتهم شويه صغيورين باش كيجيو زوينين في المنظر. كل شيء واضح في الفيديو. غادي نبدا نقادهم ونقادوا الجوانب ديالهم كما شفتوا معايا على هذا الشكل، وراه كتخرج كميه كثيره. صافي دابا غادي نبدا نشكل فيهم على هذا الشكل، وغادي نوضعهم في صفيحه اللي سبق لي فرجتها بورق الطبخ. هذه هي الكميه اللي ماشي اللي خرجت لي، باقي كميه ديال العجين. درت الصينيه الاولى. صافي دابا غادي ندخلها الفران شاعل من الاسفل فقط على 180 درجه. نخليوها تذهب من الاسفل ونطلعها الفوق، نشعل الفوق باش يتحمر الوجه ديالها. كما شفتوا معايا هذيك هي الكميه اللي بقات لي من العجين. حتى كنطيب هذه عاد كنرجع نشكل الكميه الاخرى اللي بقات لي.
صافي دابا غادي ندخلها للفران كما شفتوا معايا. هذا هو الشكل ديال الحلوه، كتجي مذهبه ما كطيبش بزاف، دغيا تاخذ غير واحد اللون ذهبي وصافي، راه دغيا كطيب. ما طيبوهاش بزاف باش ما تقصحش في الفران. صافي دابا غادي ندوزو لمرحله التزيين، والتزيين كما كنقول لكم دائما كيبقى اختياري وعلى حساب اللي متوفر عندكم. انا جبت هنا المربى ديال المشماش. صافي غادي نبدا نوضع فيه الحلوه، وعندي هنا رقائق ديال اللوز اللي سبق لي وحمرتهم غير واحد شويه. صافي كنبدا نغمس الحلوه كما شفتوا معايا، وكنحيد داك الفائض. حلوه سهله بسيطه وسريعه، والاهم انها كتجي رائعه في المذاق ديالها. واخا راه ما فيهاش السكر، داك الكونفيتور عطاها واحد الحلاوه ماشي كتيره بزاف، ولكن مزيانه، كتجي رائعه الصراحه. والحلاوه مع الملوحه كيجي واحد المذاق رائع جدا. صافي غادي نبدا نفندها في اللوز ايفيلي كما شفتوا معايا على هذا الشكل، ونوضعها فوق بلاطو حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. تقدروا تفندوها في السكر كلاصي. التزيين دائما كيبقى اختياري على حسب اللي متوفر عندكم. صافي كما شفتوا معايا الشكل ديالها كيجي ولا اروع، والمذاق رائع اكثر. كما شفتوا معايا هذه هي الكميه اللي وجدت معكم، كميه ما شاء الله كثيره، والحلوه رائعه جدا. انا درتهم في كويغطات باش كيزيدوا يعطيو المنظر. صافي كما شفتوا معايا هذه هي الحلوه اللي وجدت معكم، سهله اقتصاديه ولذيذه بزاف، كتجي رائعه، مكونات اقتصاديه، والاهم انها لذيذه بزاف. هذا هو المهم. المهم هنا الحلوه خصها تكون في المذاق ديالها زوينه، وكتجي مرمله خفيفه، ما كتجيش قاصحه نهائيا. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وتجربوها وتنجح معكم، وتبقاو على خير.